اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ انا اميره احمد ودي قناتي. لو اول مره تشوفوني او تزوروني فعلوا زر الجرس واشتركوا في القناه عشان يوصلكم كل جديد. النهارده انا جايبه لكم ايه؟ النهارده كل سنه وانتم طيبين وبالف خير يا رب. احنا في موسم الزيتون ان شاء الله رب العالمين. هنخلل النهارده شويه زيتون حلوين قوي مع بعض ومش هيغيب في التخليل خالص. لو انت عايزه تاكليه على طول هتاكليه. النهارده انا جايبه نوع واحد وبعد كده هنجيب النوع التاني علشان ما يبقاش تقيل علينا في الفيديو او يكون مرهق يعني لينا جنب شغل البيت والكلام ده كله. هنعمل النهارده الليمون التفاحي باسهل واسرع خلطاته ويتخلل في اقل الوقت. يعني ممكن تاكليه اسبوع وتاكلي منه. عايزه تعينيه ببرشمته وهو مقفول، عينيه وسيبيه هو بس اخره 6 شهور. لان الزيتون التفاحي اللي هو شبه التفاحية دي، اللي هو شبه التفاحية ده كده اهو، زي ما احنا شايفين بالشكل ده كده، وبيبقى شبه التفاحية اهو. ما بيغيبش كتير. وغير كده كمان ان احنا بنفدغه يعني ايه؟ يعني بنفتحه كده بيتفدغ بالشكل ده كده. شفتوا المنظر اللي انا عملته ده كده؟ ده اسمه تفديغ. فتحتها بالشكل ده كده، اللي هو كسرتها كده. تمام. الزيتون ده التفاحي ده اسرع زيتون ممكن تخلليه، اسرع زيتون ممكن ان انت تعمليه وتاكليه على طول في خلال اسبوع 10 ايام بالكتير تاكلي منه. مش هياخد منك وقت خالص. عايزه تسيبيه برشمته وتاكليه في رمضان هتاكليه وهو مفدخ كده يبقى زي الفل. بسم الله ما شاء الله. المكونات اللي عندنا ايه النهارده؟ انا عندي 2 كيلو من الزيتون التفاحي زي ما احنا شايفين كده، وبيبقى شكل التفاحه يا جماعه. الزيتونه بتبقى شكل التفاحه زي ما احنا شايفين كده. يا رب يكون واضح بس. تمام. عندي هنا ليمون، لازم الليمون طبعا معايا في الزيتون. عندي هنا فلفل اللي هو الشطه، عندي شطه اهي، عندي شطه. طبعا كل المكونات اللي انتوا شايفينها قدامنا دي كل ده هيتقطع، مش هيتعمل سليم خالص. كل الحاجات دي هتتقطع. طبعا معايا جزر برضو، الجزر بتاعي هبشره بالمبشره. كل الكلام ده كله هيتقطع وهيتكسر والكلام ده كله. تمام. يلا بينا بقى نشوف. انا غسلت الزيتون بتاعي كويس جدا ومصفياه في مصفى اهي زي ما احنا شايفين بالشكل ده كده اهو. انا حاطه المصفى دي مصفى اهي، وغسلته ونقعته وعملته بالشكل ده كده، وطلعت منه كل الشوائب وطلعت منه كل التراب وكل الكلام ده كله. ونفس الكلام مع الليمون، غسلت الليمون بتاعي وجففته برضو، وغسلت كل المكونات بتاعتي عندي بالشكل ده كده. انا عندي بقى ايه؟ الزيتون بتاعي. هتجيبي الزيتونه كده اهو، تحطيها هنا اهو كده اهو على الترابيزه بقى بتاعتك على اي حاجه، وبراحه ايدك كده من هنا كده. هو انا بقولك كده الطريقه الاسهل والاسرع. عايزه بقى ان انت تجيبي اي حاجه، ايه دهون، الشاكوش اللي احنا بنعمل بيه الستيك الكلام ده كله، هاتي واعملي بيه. بس انا بقولك على الطريقه السريعه اللي انت هتعملي بيها، اللي هي براحه ايدك من هنا كده وتضغطي ضغطه. خلاص هو اتعمل معاكي بكل سهوله. والنقايه بتاعته في ايدي اهي اهو، زي ما احنا شايفين كده. نقيته في ايديا اهي براحه ايدك اهي، وتقومي عامله كده، مش اكتر من كده. هو اسمه اصلا مفدغ، اسمه زيتون مفدغ. تمام. الفلفل بتاعنا بقى هنمسكه كله بالشكل ده كده وهنقطع كده اهو. قطعي كل الفلفل بتاعك بالشكل ده كده. بصوا احنا هنعمل زي سلطه كده. تمام. والليمون بنفس الشكل اهو، قطعيها على 4 او ممكن كمان تقطعيها اكتر اهي. هو بيبقى شكل السلطه بالظبط يا جماعه، بيبقى شبه السلطه بالظبط. طب المكونات بتاعتي ايه؟ يعني ال2 كيلو زيتون هحط عليهم ليمون قد ايه؟ هحط عليهم نص كيلو ليمون مقطع بالشكل اللي احنا قطعناه كده. تمام. والنص الكيلو التاني هفرمه في الخلاط مع الفلفل الاحمر بتاعي اللي احنا هنشوف طبعا الخطوات دي بعد كده. يعني هاخد على ال2 كيلو زيتون نص كيلو ليمون او كيلو الا ربع، هقطعه بالشكل ده كده. تمام. هاخد برضو معايا على ال2 كيلو زيتون نص كيلو فلفل شطيطة وهقطعه بالشكل اللي احنا شايفينه ده كده. تمام. هاخد بقى
نص كيلو ليمون من الليمون اللي انا جايباه، يعني هحط نص كيلو، انا جايبه كيلو، ده كيلو ونص. تمام. هاخد كيلو الا ربع هنا هقطعه على الزيتون، وهاخد بقيته هفرمه مع الفلفل الاحمر والكلام ده كله، علشان هو ده اللي هيبقى الخلطه بتاعته، وهو ده اللي هيبقى ايه الميه اللي هيعيش فيه. تمام. هقطع بقى كل المكونات بتاعتي عشان ما اخدش منكم وقت، وارجع لكم تاني اقول لكم هنعمل ايه على ايه ونعمل ايه ونعمل ازاي. انتظروني لما اقطع المكونات بتاعتي وارجع لكم تاني. يلا بقى حبايب قلبي، كده انا قطعت كل المكونات بتاعتي اللي احنا قلنا عليها. طبعا كده ما خلصناش ولا اي حاجه، احنا قطعنا الحاجه هنحطها على بعض ونشوف هنعمل ايه بعد كده. هبدا ان انا اجيب حاجه واسعه عندي، بلاستيكايه، طشت، حله، اي حاجه كبيره عندك هاتيها عشان تعرفي ان انت تتحكمي فيها وتقلبي حاجتك. عندي هنا هقول مكوناتي كلها تاني بالاوزان علشان تتاكدوا منها بالظبط. تمام. 2 كيلو زيتون، وكسرته بالشكل اللي احنا شايفينه كده، فدغناه وفتحناه بالشكل ده كده. تمام. ادي اول حاجه. عندي هنا نص كيلو فلفل شطه، قطعته بالشكل اللي احنا شايفينه ده كده. تمام كده. عندي هنا كيلو الا ربع من الليمون، قطعته اربع زي ما احنا شايفين بالظبط كده، هنزل بيه هنا كده. تمام. عندي هنا ربطه كرفس، طبعا كلنا عارفين الكرفس صح. غسلتها وجففتها وقطعتها، هنزل بيها هنا على كل المكونات بتاعتي دي. عندي هنا ربع كيلو من الجزر، بشرته بالشكل ده كده. تمام كده. يبقى انا عندي هنا كل المكونات بتاعه الزيتون المفدغ. تمام. هركن بقى كل المكونات دي على جنب علشان اعمل الحاجات اللي انا هحدق بيها القصه دي كلها. انا ما عدتش احط حاجه بقى خضار تاني ولا الكلام ده خالص تاني. تمام. انا هجيب بقى الخلاط بتاعي، وهجيب الفلفل الاحمر بتاعي، وهجيب الليمون اللي انا هضربه، وهقول لك احط ملح قد ايه. خليكي معايا. يلا بقى حبايب قلبي نعمل الخلطه اللي احنا هنحطها على الزيتون بتاعنا. انا عندي هنا نص كيلو من الفلفل الاحمر اللي احنا شايفينه ده كده. فلفل احمر كده يا جماعه، اللي هو الاحمر، مش شطه، هو مش فلفل احمر شطه، هو الفلفل الاحمر اللي هو العادي. تمام. قطعته هنا كده في الكبه بالشكل ده كده، وحطيت عليه راس توم. انا مش هحط كل ده طبعا على الزيتون، انا هفرم كده وهسيب منه جزء واخد منه جزء يبقى عندي في التلاجة لاي فلفل وبتنجان والكلام ده كله وسمك والحاجات دي. انا هفرم كده من غير ملح في الاول ومن غير اي حاجه، وبعد كده هنحط الملح. يلا حبايبي بقى، انا فرمته بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده. هاخد منه شويه، طبعا مش هسيبه كله، هسيب نصه بس علشان اعمل بيه واخد الجزء التاني. يعني انا اعيد تاني يا جماعه، ده نص كيلو فلفل احمر، نص كيلو فلفل احمر عليه راس توم او راس ونص كمان توم. تمام. هاخد نصه هنا كده معايا عشان يبقى عندي بس في التلاجة لاي حاجه، لاي خلطه كده ولاي حاجه، اهو بالشكل ده كده. هيبقى عندي بس في التلاجة واركنهم في جنب. عندي بقى هنا الليمون اللي احنا اتفقنا عليه، اللي احنا قطعناه عشان ننزل بيه على الزيتون. تمام. عندي هنا كوبايه ميه، نزلت بكوبايه ميه في قلب الكبه. عندي كيس ملح ابو جنيه، كيس ملح اللي هو بجنيه اللي احنا بنشتريه كده من السوبر ماركت. تمام. هنزل بيه كله هنا اهو على الليمون. تمام كده. وطبعا عشان الكيس صغير هاخد نص كيس او ربعه، مش نصه كمان، يعني هاخد كيس وربع كده من نفس النوع ده كده، الكيس اللي هو بجنيه. تمام كده. وهغطي بقى وهضربهم مع بعض كده. حبايب قلبي انا خلصت اهوت كل الكميه بتاعتي اللي انا فرمتها هنا، بتاعت الليمون وبتاعت الفلفل على التوم. يبقى ده ليمون وفلفل على توم. يلا بقى نسمي بالله ونصلي على رسول الله، ونجيب البرطمان بتاعنا مغسول ومتجفف.
تمام، ومتعقم كويس جدا. ونجيب بقى الخلطه بتاعتنا اللي احنا عملناها ونبدا ان احنا نعبي في البرطمان كده اهو. تمام، هبدا ان انا اعبي البرطمان بتاعي كله بالشكل ده كده، عشان ابدا ان انا ايه انزل الخلطه بتاعتي اهو. هنزل بكده بشويه اهو. طبعا مش هنزل بيه كله علشان ما يتكتلش على الوش ويبقى مش حلو خالص، ويعمل وش كده مش هيبقى حلو. تمام، كل ما انزل بشويه في البرطمان. طبعا انا عشان بس الشطه بعمل بكده، انا ممكن اعبي بايدي بس عشان الشطه ايه بتبقى تفضل في الايد. ما بحبش الجوانتي بصراحه، بيضايقني وانا لابساه بالشكل ده كده. كل ما اعبي شويه كل ما هنزل بكرنيب كده اهو من السائل اللي احنا عملناه، اللي هو الفلفل والليمون. فلفل وليمون وتوم يا جماعه. تمام، على فكره هي الخلطه دي المفروض يتحط عليها حبه البركه، بس انا ما بحبش احط حبه البركه، ولادي ما بيحبوش ياكلوه. تمام، فبتضايقهم في الاكل، فانا ما برضاش احطها، بس هو المفروض ان يتحط حبه البركه. تمام، المفروض ان هو يتحط عليها حبه البركه. الخلطه بتاعتي لازم اوزعها كده. انا كنت ممكن خلطتها على في قلب الزيتون كله، في قلب الخلطه اللي احنا عاملينها دي، بس انا مش عايزه كده، لا انا عايزه ان انا ايه اوزعها كده اهو. خلي بالكم بقى، انا عندي ميه سخنه غلياها، قصدي غليتها وبردتها علشان ازود بيها. الشكل ده كده. يلا حبايبي بقى، انا مليت البرطمانين بتوعي هما بالشكل دول كده. تمام، وحطيت شويه الخلطه الباقيين. طبعا قسمت زي ما انتوا شفتوني بقسم كده الخلطه ما بين الزيتون في البرطمانين. قمت جايه هنا جايبه شويه ميه في قلب الكبه بتاعتي، مكان ما انا ما كنت فارمه وكده. ميه طبعا من اللي انا غلياها ومبرداها في الشفشق ده. هنزل بيها هنا اهو كده اهو اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. ما ترميش اي حاجه. الشويه اللي كانوا باقيين في معانا هنحطهم. هنزل بقى بالميه المغليه اللي عندي، هزود الزيتون بتاعي بالشكل ده كده اهو. زودوش قوي طبعا لان هو هينزل ميته. تمام، بالشكل ده كده. اخر حاجه معايا زيت نباتي عادي خالص. عندك زيت زيتون حطي، انا كان نفسي ان انا احط زيت زيتون بس انا ما عنديش. عندك زيت زيتون حطيه، مفيش اي مشكله خالص. ما عندكيش انزلي بزيت عادي خالص من اللي احنا بنستخدمه في البيت اهو. زودي شويه زيت على الوش كده اهو. ماده حافظه، وغير ان هو ماده حافظه ان هو اصلا الزيتون المفدغ لازم يتحط عليه زيت. تمام، خلاص كده احنا حطينا الزيت. عندك كيس بقى بتاع التلاجة، الكيس اللي هو بتاع التلاجة اهو، الكيس اللي احنا بنخزن فيها يعني. هتبقى الغطا بتاعك كده اهو وبالاحكام، واقفلي لازم اهو. هنبيته اول يوم كده، وهنفضل بقى ايه اول 3-4 ايام نقلب فيه كده، وبعد كده بقى ايه نسيبه براحته بقى مع نفسه. تمام، ليه بقى احنا بنعمل الحركه دي بقى؟ علشان كل اللي على الوش ما يعفنش او يحصل له حاجه، يعني الزيتون اللي بيبقى على الوش عشان ما يجرالوش حاجه. تمام كده، احنا خلصنا الزيتون بتاعنا، وان شاء الله لما هنفتحه مع بعض وهناكله مع بعض وهنشوف طعمه ايه وهيبقى ملحه شكله ايه. يا رب يكون طريقتي عجبتكم ونالت اعجابكم، ويا رب يكون فيديوهاتي بتعجبكم. مش عارفه ليه يا جماعه انتوا بتبخلوا عليا بالكومنتات وبتبخلوا عليا باللايك يا جماعه. انتوا بتتابعوني كده من غير لا كومنت ولا لايك،
يعني لو بتكتبوا لي عرفوني حتى على نفسكم، انتوا مين، عرفوني انتوا من اي بلد، عرفوني انتوا محتاجين اي طبخة، اي حلويات، اي حاجة انتوا محتاجينها انا هعملها لكم. تمام. ولو الفيديو ده عجبكم ونال اعجابكم اكتبوا لي كومنت حلو، اكتبوا لي كلمة حلوة بترفع من معنوياتي وبترفع من القناة في نفس الوقت. يا رب يكون الفيديو نال اعجابكم. دمتم سالمين، دمتم في حياتي نعمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.